السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من دماغ إنجليزي. سؤال النهاردة هو: هل ممكن أتعلم إنجليزي من الأفلام؟ يا ترى ممكن أتعلم إنجليزي من الأفلام والأغاني؟ وهل دي فعلا هتحسن لغتي وهتفرق معايا جامد جدا؟ بتدخل على النت بتلاقي ناس تقول لك إيه؟ أنت مش محتاج تذاكر، مش محتاج تاخد كورسات، مش محتاج تتعلم قواعد، مش محتاج تحفظ كلمات، مش محتاج كل الكلام ده، ويقعد يقول بقى إيه الحاجات اللي هم بيقولوا عليها وده مش سليم. أنت بس أنا اتعلمت كده، انا اتعلمت بالافلام والاغاني. هل الكلام ده فعلا سليم؟ خلينا نجاوب بشكل عملي. فانت بتسمع الكلام ده، تدخل على النت او تجيب فيلم تتفرج عليه تلاقي نفسك مش فاهم فتحبط، فتقول الله، ما هو قال لي كده وقال لي انا اتعلمت بالطريقه دي، وهو حتى اتكلم بشكل عملي جدا، يعني محتاج يكون ايه اكتر من كده؟ هو راجل بيتكلم بشكل عملي، انا اتعلمت كده فانا هقلده، وراجل عنده تجربه عمليه اهو. فهل الافلام والاغاني ممكن تطورك في اللغه؟ خلينا ناخدها كده واحده واحده. طبعا لو هنتكلم في الاغاني مبدئيا كده طبعا هيبقى عندك مشكله كبيره لو انت هتبدا بالاغاني، ان عندك مشكله شرعيه، ودي نقطه مهمه جدا مش هينفع ان احنا نعديها. والافلام برضه هيكون عندك مشكله برضه كبيره، ان انت صعب تلاقي فيلم يكون خالي من الحاجات اللي ممكن تشيلك ذنب لو انت قلت ان احنا هنتعلم منها. فده من الناحيه الشرعيه. طب هنتكلم بقى من الناحيه الفنيه، خصوصا ان انت ممكن تلاقي ان مؤسسات شرعيه بتعمل افلام، تعمل موفيز عشان تعمل بيها دعوه، او تعمل مناظرات، سواء كانت المناظرات دي حقيقيه او تمثيليه ما بين اتنين بيتكلموا بشكل طبيعي جدا وكأن الناس بتتكلم في الشارع وخلاص. دي حاجه بقى ما فيهاش مشكله شرعيه، ممكن اتعلم منها. النقطه ان انت بتتفرج على الفيلم تلاقي ان هم بيتكلموا كلمات جديده عليك، كلمات انت مش متعود عليها، والاهم من كده ان هو بيكون واصل لاعلى درجه من درجات النطق، او واصل لاعلى درجه من درجات السوفيستيكيشن او تعقيد النطق. فانت بتسمع تلاقي نفسك مش فاهم. تعال كده نفصص ايه اللي بيحصل عشان انت بتسمع ما تفهمش. انت النهارده بتسمع مش بتفهم ليه؟ انت عشان مستوى الفيلم ده عشان توصل ان انت تفهمه محتاج يكون عندك حاجه اسمها فلوينسي في الليسننج، ودي ممكن تكون اول مره تسمع الكلمه دي. يعني ايه فلوينسي في الليسننج؟ انا الفلوينسي دي في السبيكنج. ايه فلوينسي في الليسننج دي؟ تعال ناخدها في السبيكنج، ولان ده اللي بيتعكس ويرجع للليسننج. انت النهارده عشان توصل لاعلى مستوى من الطلاقه في اللغه محتاج ان انت تقول كلمات، الكلمات دي هتكون جنب بعضها وتكون جمل. الكلمات دي نفسها مكونه من اصوات، سيبك من الحروف بقى، احنا مالناش دعوه بالحروف. وده اللي بيخلي ان انت لما تسمع نيتيف ما تفهموش. ليه؟ لان انت ما بتسمعش حروف، انت بتسمع اصوات. الحروف دي بتتحول لاصوات، ويمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده في اكتر من فيديو قبل كده. سبب ان انت لما تسمع نيتيف بيتكلم بسرعه ما بتفهمش، مش لان انت ما عندكش كلمات كفايه، لا، لان انت مش عارف الكلمات دي لما دخلت مع بعضها واتجمعت واتلزقت. على فكره لما حد بيقول ان هم الاجانب بيلزقوا الكلام في بعضه وبياكلوا الكلام في بعضه، ده كلام حقيقي، ده كلام سليم. هو بيعبر عن حاجه علميه اسمها لينكينج. يعني ايه لينكينج؟ يعني هو ربط الكلام ببعضه او لزق الكلام في بعضه. فالحروف بتتحول لاصوات، والاصوات دي بتدخل في بعضها بشكل معين عن طريق اللينكينج، وبتلاقي الجمل كمان داخله في بعضها، فبتسمع حاجه انت مش متعود عليها. ده اعلى مستوى يا جماعه في الليسننج، ده اعلى مستوى في السبيكنج، ده اعلى في مستوى في الطلاقه. فودانك بقى اللي هي ما سمعتش الكلام ده قبل كده، وحتى لو سمعته ما سمعتوش بالشكل ده. عشان كده انت ممكن تلاقي واحد تسمعه اوديو او تسمعه صوت، تقول له انت فاهم حاجه يقول لك لا، بس لو جبت له الكلام يعني نسبه كبيره من الكلام هو لما شافه مكتوب فهمه. ليه؟ لان هو مش عارف الكلام ده الليترز او الحروف اتحولت ازاي لساوندز او اصوات. وعشان اقول لك النقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا، لما نيجي نقول ساوند يعني ايه؟ يعني صوت. طب ايه اخر حرف في كلمه صوت؟ هو ته ساوند. طيب او حرف التاء، هل انت وانت بتقول كلمه صوت قلت حرف التاء؟ انت قلت ته ساوند. الته ساوند ده او الصوت ده هو التحول بتاع الحرف للصوت، اللي انت ممكن تكون مدركه وشايف ان هو سهل، ما مفهوم. هو حرف التاء هيبقى ته ساوند، وحرف السين هيبقى سه ساوند. ده واضح ليك ممكن الى حد ما في اللغه العربيه او في لغتك، يعني دي لغتك الام. لكن لما تيجي تسمع بالنسبه للغه تانية، فرق كبير جدا ما بين كمثال الته ساوند، سوري، حرف التي والته ساوند اللي هو ممكن يبقى ده ساوند او فلاب دي او ايا كان التخفيف هيبقى شكله عامل ازاي. فيبقى مثلا واضح جدا زي مثلا تراي، واضحه جدا اهي تي، او ما يبقاش واضح خالص زي واتر او كمبيوتر. الشكل ده مخك مش متعود عليه. فتخيل ده لو في كلمه، يعني انت ممكن تكون طبعا الكلمات دي ممكن تكون سهله سمعناها كتير، بس في وسط الكلام الموضوع بيكون صعب لما كل حرف تحول لصوت حسب القاعده بتاعته، واخد بالك؟ والكلمه كلها اتقالت بشكل معين، في حاجه اسمها الاسترس او الضغط معين في مقطع معين على الكلمه.
والجمله كلها لزقت في بعضها بشكل معين، زي ما تقول مثلا هقول لك حاجه ممكن تكون سهله علينا، men in black، فاحنا ما بنقولهاش كده، بنقول ايه؟ men in black. فتخيل بقى كل ده حصل في كل الجمل واتقال ورا بعض بشكل سريع، لان اللي قدامك خلي بالك من النقطه دي، النيتيف او المتحدث الاصلي للغه وهو في الفيلم مش عامل حسابه ان اللي هيسمعوه دول مش نيتيف، مش مهتم بحاجه زي كده اصلا، هو كل مهتم بيه ان هو يتكلم ويعبر عن اللي بيتقال. فانت لما كل ده بيحصل وانت ما درستوش واخد بالك، ودي النقطه المهمه جدا، انت ما درستش ده، بتبتدي تسمع تلاقي نفسك مش فاهم، فتقول لي يا عم لا ده انا كده ما بفهمش، ده انا كده مش نافع، ده الناس كلها قالت لي ان هي بتتعلم من غير ما تدرس قواعد ومن غير ما تحفظ كلمات ووصلت وانا ما وصلتش، هتبتدي انت تحبط. ليه؟ مش عشان الطريقه غلط، هنتكلم في الطريقه دلوقتي وتفصيلتها عامله ازاي، عشان انت لسه بادئ قوي. انت السؤال بتاع هل ممكن اتعلم انجليزي من الافلام والاغاني ده له 3 اجابات. اجابه وانت مستواك مبتدئ تماما بتبدا من الصفر، واجابه وانت مستواك متوسط، واجابه وانت مستواك ادفانسد. انا هجاوبك دلوقتي على وانت مستواك مبتدئ بتبدا من الصفر، مش عارف تكون جمل، حصيله كلماتك مفيش، درست انجليزي زي ما كل الناس درست في الكليه ونسيته وما رجعتلوش خالص ومفيش اي ممارسه ومفيش اي انجليزي في حياتك. السؤال اللي انا دايما اساله، هل في انجليزي في حياتك؟ فتبتدي لو دلوقتي هتروح تتعلم الافلام ديفينتلي قولا واحدا لا، صريحه جدا يا جماعه. ودي نقطه انا عارف ان احنا ممكن نتهاجم فيها، لان الناس كلها بتقول انا اتعلمت، وسيبك من الناس اللي بتعقدك وتقول لك احفظ وادرس قواعد وجمل وقصدي وكلمات. بص يا صديقي خليني اقول لك نقطه مهمه جدا، انت عشان تاخد نصيحه من حد، وانا هنا مش هتكلم على حد بعينه، انا هديك استراتيجي، هديك تكنيك تشغل دماغك كده وتطبقه. عشان تاخد نصيحه من حد هيعلمك اي حاجه، محتاج يكون ببساطه has been there has done that. الشخص ده محتاج يكون been there done that. He started from the same point that you are starting now. بدأ من نفس النقطة اللي انت بتبدأ منها دلوقتي. And he reaches the same point that you want to reach in the future. ووصل للنقطة اللي انت عايز توصل لها في المستقبل. فرقم واحد هتقول لي طب ما هو وصل للنقطة اللي انا عايز اوصل لها، هو وصل للطلاقة، بس احنا اولا مش عارفين هو بدأ منين. ده رقم واحد. ما هو he has been there، او هو مش الطريق ده وصل للطلاقه، بس بدا منين؟ هل هو بدا من مستوى صفر زيك؟ هل هو كان نفس تعليمك العادي من اول ابتدائي بياخد الانجليزي ولا لا؟ هل هو سافر بره؟ هل هو كان عنده ناس حواليه بتتكلم انجليزي؟ كل ده انا ما اعرفوش. وحتى لو كان بدا من نفس النقطه اللي هو بدا من الصفر ووصل للنتيجه دي، فمحتاج حاجه تاليه لكده، ان احنا لحد دلوقتي احنا متاكدين ان الطريقه دي طريقه سليمه في التعلم اللي هو اتعلم بيها، لكن مش طريقه سليمه في التعليم او طريقه ناجحه في التعليم. محتاج ان هو ياخد الطريقه اللي هو اتعلم بيها دي عشان هيجي بعد كده معانا الفروقات الفرديه ويعلم الناس. فعشان كده رقم واحد ان هو مشي الطريق، رقم 2 خد الطريقه دي ومش بس هي يعني بقت حاله فرديه، هي طبقت على ناس كتير. عشان كده مهم جدا ان انت مش بس تتعلم انجليزي من حد طور نفسه في اللغه، قد ما حد خد السيستم ده وعلم بيه ناس، تحول لسيستم بقى فيه اكتر من حد شغال بيه. فخلينا نرجع تاني للنقطه دي، وانا عارف ان النقطه اللي انا اتكلمت فيها دي ممكن تخبط في ناس كتير، ممكن تتضايق وتقول هو في ناس قالت كده وانت من الناس اللي بتعقد وتقول لازم تذاكر. انا بقولها صراحه من اول ما بدات طول عمري، محتاج يكون عندك خاصيه كلمات كويسه، ودي قلناها ازاي، لازم تدرس قواعد، على عكس كل ما بيتقال على اساس اللي قدامك عايز يسهل عليك. احنا قلنا الكلام ده، ارجعوا للحلقات السابقه في دماغ انجليزي واتكلمنا على كل واحده فيهم، ازاي نظبطها، ازاي نظبط الكلمات يبقى عندنا حصيله كلمات كويسه، وازاي نظبط القواعد وليه هي مهمه. ومفيش حاجه اسمها ان انت مش محتاج تدرس قواعد وهتبقى كويس. خلينا نرجع بقى النقطه اللي احنا فيها بموضوع الليسننج او موضوع السماع. هل انت لو بتبدا من الصفر تبدا بافلام واغاني؟ قولا واحدا لا، ده هيكون محبط ليك جدا. هتسمع تلاقي نفسك مش فاهم، فهيكون بالنسبه لك ايه، انا مستوى ضعيف، انا ما عرفتش اعمل اللي هم عملوه، فهتحبط. هتبدا منين؟ قلنا تبدا منين، وترجع بقى لاي حد ماشي على نفس الطريقه اللي انا بقولها، مش لازم احنا بس، اي حد مقتنع ان انت محتاج تدرس لغه. مش هتفهم كده عن طريق انت ترمي نفسك وسط الناس اللي بتتكلم انجليزي، او يتقال لك فكر بالانجليزي وما يقولكش اصلا فكر ازاي. لا، انت محتاج تدرس لغه بالطريقه العمليه، بالطريقه اللي فيها مجهود ومذاكره، على عكس ما بيتقال. لو انت مستواك متوسط فانت هتعمل ايه؟ طبعا الاولاني ده عايز يتفرج على افلام، طبعا مع التحفظ ان يكون الافلام ما فيهاش اي مشكله شرعيه، عايز يتفرج على افلام من ناحيه بقى اللغه تسليه، ممكن تلقط كلمه،
تلقط حاجه سلانج عاميه، ممكن تلقط ايديوم اللي هي الاكسبريشنز او الكلمات الشائعه العاميه او الامثال زي الامثال اللي عندنا والتعبيرات المشهوره، ممكن تلقط حاجه زي كده. لكن انك تعتمد عليه انك يعلمك حاجه في البدايه اكيد لا. طب التاني بقى في المستوى المتوسط، وده بقى اللي انا بقوله لك ده عن تجربه عمليه عملتها مع نفسي واشتغلت مع ناس كتيره جدا على مدار سنين، والحمد لله الحمد لله. اللي انا هقوله ده طبعا مش عارف اقوله بالتفصيل، لان انت مش هتحس بايه من ده الا لما تقعد قدامي في سيشن مش اقل من ساعتين، سواء كانت اونلاين او اوفلاين، ونمسك فيديو دقيقتين ثلاثه نفصصه بالشكل اللي انا هقول عليه، وتطلع تحس ان بفضل الله في حاجات في مخك نورت، في عضلات. عارف لما تروح الجيم ويكون المدرب ده جامد قوي، في جمله كده كنا بنقولها مع بعض المدربين الشاطرين قوي، يقول لك انا حسيت بحتت في جسمي انا ما كنتش حاسس بيها قبل كده، في عضلات في جسمي وجعتني انا ما كنتش اتخيل انها موجوده اصلا. هو ده الموضوع اللي احنا بنحس بيه. في عضلات ذهنيه انا بسميها كده عضلات السماع، لما بتشغلها، لما احنا بنضغط عليك بشكل معين بتلاقيها بتشتغل فبتحس بيها فبتتطور. عايز اقول لك ما بين كل مره والتانيه ممكن تتطور من 3 ل 5% ان انت تفهم نيتيف بيتكلم بسرعه بدون تبطيء عشان اللي هيسمعوه مش نيتيفز او مش متحدثين اصليين اللغه، وتحس بالتطور من 3 ل 5% ما بين كل سيشن والتاني، لدرجه وربنا يشهد على انهم بيقولوا والناس اللي حضرت معايا عارفه ده، بنوصل لمرحله ان انت ممكن تسمع فيديو وتفهم منه وهو لا الصوت ما قفلش، وهو فعلا كده بنبقى قافلين الصوت وبنتعلم ازاي نفهم عن طريق ان احنا نفهم صفه الحرف اللي خارج من الشفايف واللسان والسنان عامله ازاي. انت بقى هتعمل ايه؟ اول حاجه لو انت في المستوى المتوسط هتسمع او تتفرج على الفيلم الاول عادي خالص بترجمه عربي مع عدم التركيز على التعليم خالص عشان تتفرج تستمتع، او هنخلينا نقول اي فيديو موجود بترجمه عربي، وبعدين هتتفرج المره الثانيه بترجمه انجليزي. المره الاولانيه هتبقى عارف هما بيقولوا ايه او فاهم هما بيتكلموا عن ايه، المره الثانيه هتبقى سامع هما بيقولوا ايه. طبعا يبقى الموضوع مش سهل بالنسبه لك، لان مش بالضروره ان حتى لو كان الكلام قدامك انك تبقى مفصل ده بودنك ومخك، ده اللي احنا بناخد فيه ساعات في دقيقه او دقيقتين. عشان كده بقول لك الفيلم ممكن يطول معاك جدا، انت ممكن تقعد يعني احنا كنا بانيين كورس كامل مستوى كامل على فيلم واحد، فالفيديو دقيقه او دقيقتين ده انت ممكن تقعد تفصص فيه وتفصص فيه جامد جدا، يطول معاك قوي ساعات وايام واسابيع. فالمره الاولانيه هتكون بالعربي، اتفرج على الفيلم عشان تستمتع بيه بس مش اكتر. المره الثانيه هتكون سبتايتل انجليزي، المره الثالثه هتكون من غير سبتايتل خالص. اللي انا بقوله ده مش خلاص كده انا سمعته عربي وبعد كده انجليزي وبعد كده من غير ترجمه فانا كده خلاص فهمت، لا اللي انا بقوله ده انت محتاج تعيده بقى مره واثنين وثلاثه، حسب انت بتمشي بسرعه ازاي، حسب انت فاهم منه قد ايه، حسب قدرتك ان انت تضغط على نفسك وتقعد تستحمل ان انت سامع ومش فاهم فتعيد تاني وتالت ورابع عشان تفصص وتحاول تفهم دي اتقالت ازاي بعد ما تكون خدت قدر كافي من قواعد النطق او pronunciation rules او درست شويه حلوين في النطق والسماع وقواعد النطق وقواعد الفونيتكس بشكل عام او الصوتيات بشكل عام، تكون يعني خدت لك باع حلو فيها يعني. فساعتها لما هتتفرج هتعرف تفصص الى حد ما. والكلام ده على فكره انت ممكن تعمله مع اي فيديو، مش لازم يكون فيلم، ممكن لو عرفت يكون في حاجه تعرف تتحكم فيها كده اللي هي في الاول تكون عربي وبعد كده تكون انجليزي وبعد كده تكون من غير ترجمه. لو في فيديو على اليوتيوب ممكن تلاقي حاجه زي كده تشغل الترجمه، معظم الفيديوهات دلوقتي فيها ترجمه. والمره الثانيه بقى دي هنا المشكله، نقطه مهمه جدا، المره الثانيه لازم تتاكد ان لو الفيديو انجليزي وانت هتشغل ترجمه انجليزي عشان تعمل المرحله الثانيه، لازم تتاكد ان جنب كلمه انجلش مكتوب كلمه ايه، مش مكتوب حاجه. لو مكتوب اوتو جينيريتد يبقى ده الذكاء الاصطناعي بتاع اليوتيوب هو اللي بيفتكس ويشغل مخه اليوتيوب او الاي اي بشكل عام عشان يطلع الكلام اللي بيتقال ده ايه. فده بنسبه كبيره ممكن يكون غلط وممكن يضللك اصلا، يعني انت ممكن لو ضغطت على نفسك من غير ترجمه تلقط الحته دي وهو لو قالها لك انت تفتكر ان هي صح وهي غلط. وده في مؤسسات كتير زي تيد مثلا وتيد اي دي اللي هي بتاعت الاديوكيشن دي، في الغالب المؤسسه دي بتكون هي في حد خد فلوس عشان يسمع ويكتب الكلام ده اسمه، دي شغلانه اسمها ترانسكرايبر، حد بيعمل ترانسكريبشن اللي هو بيكتب الكلام. لو غير كده ما تعتمدش عليه خالص في ان انت اللي سامعه وتكون شايفه قدامك، لان ده ما بيكونش مضمون. والمره الثالثه هتبقى سهله بقى ان انت هتقفل خالص، تقعد تشتغل على ده. لو لقيت لك فيديو مثلا 5-6 دقائق انت ممكن تقعد تشتغل عليه شهر، وده هيفرق معاك جامد جدا 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 في الليسننج. في ضغط، في مجهود، في ضغط على العضلات الذهنيه، في حاجات انت
هتكتشفها وهتفرح بنفسك قوي. دي بقى النقطه الحلوه اللي انا كمحاضر او حتى كطالب، انا لما كنت بعمل مع نفسي كده كنت ببقى مبسوط قوي ان انا فهمت شويه قواعد، رغم ان ما كانش في حد بيشرح لي قواعد في الاول، ما كنتش فاهمها هي عباره عن ايه اصلا. بس لما افهم شويه قواعد واسمع فيديو في الاول ما افهموش واشتغل عليه يومين ثلاثه او اشتغل عليه اسبوع واجي بعد كده ان انا افهمه، ده قد ايه بيكون احساس يعني ساتيسفاينج، وبتحس ان انت فعلا انجزت حاجه. ومش بس كده، ده بيفرق معاك بقى بعد كده، يعني القواعد دي بتتكرر ومع الوقت هتبتدي تتحول من زي ما انا بقول ان في فيديو في الاول بسمعه بفهم منه كلمه او كلمتين، لحد ما توصل لمرحله ان انت ان شاء الله تسمع يقع منك كلمه او كلمتين. ده بالنسبه لمين؟ ده للشخص المتوسط، والادفانسد هيعمل كده، والمفروض ان هو الموضوع هيبقى ابسط واسهل بالنسبه له عن الشخص اللي بيبدا من المبتدئ اللي احنا قلنا مش هينفع معاه خالص، او المتوسط. ده باختصار، وده اللي انا قلته ده كله بيتطبق بشكل عملي داخل الكورس بقى. ده باختصار لو انت بتبدا من الاول. نصيحه من القلب والله، يعني نصيحه في الله، اوعى تبدا بان انت تجرب نفسك على الافلام والاغاني، يعني ده هيكون محبط ليك جدا. ابدا بالطريقه البسيطه، الطريقه التقليديه. شوف انا بقول لك الجمله اللي هم اصلا بيعتمدوا في تسويقهم ان هم يقول عليها انها غلط عشان هي تقليديه. ابدا بالطريقه التقليديه النمطيه في ان انت تدرس قواعد. بس قلنا بقى ازاي في حلقه الكلمات، وقلنا ازاي في حلقه القواعد الفايتال، القواعد الحيويه اللي انا ما اعرفش اعيش من غيرها، والكلمات الحيويه اللي انا ما اعرفش اعيش من غيرها. تبتدي بعد كده تعرف بقى قواعد النطق ازاي الكلام ده بيلزق وبيشبك كده في بعضه، لحد ما توصل ان انت تفهم جمله والتانيه والتالته. ممكن بعد كده توصل انك تسمع فيديو تفهم منه نسبه 50 60%، which is amazing. انت you will never know it, you will never feel it until you do it. عمرك ما هتحس بده الا لما تعيشه وتجربه. تضغط على نفسك جامد، بالظبط زي ما تضغط على نفسك وتروح الجيم وتستحمل العضله اللي توجعك، وتستحمل انك تعمل التمرينه مره واثنين وثلاثه، وتيجي بعد المره الثالثه والرابعه تحس قد ايه انت مبسوط، مع ان انت اول يوم كان عقلك اللاواعي ومخك بيقول لك يا عم لا مش عايزين نروح الجيم تاني، الموضوع متعب. في الاول الموضوع بيكون متعب، بس it pays back، يعني بيعوضك، بيرجع لك المجهود ده في المره الثانيه والثالثه لما تروح الجيم. تبقى راجع تعبان بس مبسوط، تبقى راجع جسمك مكسر وفي نشر كده وحاسس ان في جسمك وجعك وعضلاتك شد عليك، بس تكون مبسوط لان انت حققت نتائج. عشان كده اضغط على نفسك شويه في الليسننج. لو معكش حد يساعدك في الليسننج دور على حد، ان الليسننج بالذات ممكن تدرس كلمات لوحدك، ممكن تدرس قواعد لوحدك. الليسننج بالذات بيحتاج حد معين، حد بيذاكر، حد بيقول لك اللي انت سمعته ده صح ولا غلط، حد بيقول لك اسمع ازاي، حد يقول لك اللي الصوت اللي انت سمعته ده هو كان اصلا حرف عامل ازاي ودخلت عليه قواعد النطق حولته ايه، وبكده تقدر تفهم فعلا اللي بيتقال. بكده نكون جاوبنا على المستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم، ازاي ان انت تطور نفسك او تستخدم الافلام والاغاني بالشكل العملي اللي احنا قلناه. ما كانش كده لو انت بتبدا من الصفر. اتعلم، اكتسب كلمات بالطريقه اللي احنا علمناها قبل كده، وتعلم قواعد اساسيه اللي تنفعك، وان شاء الله توصل لمرحله ان انت تفرح بنفسك فيها، انك فاهم 80 و90 و100% كمان من اللي بيتقال من اي فيديو انجليزي، لحد ما توصل للامتحان الحقيقي بقى. على فكره يا جماعه، الامتحان الحقيقي في اللغه مش الايلتس مش التوفل، الامتحان الحقيقي في اللغه ان انت تقابل نيتيف في ميتنج، مش بس في انترفيو شغل، في ميتنج شغل بعد ما تتقابل بقى في الشغلانه دي، في ميتنج شغل مع عميل، وتعرف فعلا تفهم اللي بيقوله وتوصل الرساله بتاعتك. تعرف تعمل برزنتيشن بالانجلش، تعرف تبيع المنتج بتاعك، تعرف تقدم نفسك للي قدامك وتتجادل معاه، ويبتدي بقى يدخل في مرحله نيجوشيشن او تفاوض على السعر او على ميزات المنتج اللي يفرقك عن غيرك. هو ده الامتحان الحقيقي في اللغه يا جماعه. الامتحان الحقيقي في اللغه هو الطلاقه اللي انت تقدر توصل لها من التواصل مع حد نيتيف بيتكلم انجلش. في نقطه نسيت اقولها مهمه جدا، لما تسمع اي حد نيتيف اتاكد ان هو مش اي حد نيتيف، سوري، اي حد بيتكلم انجليزي قبل ما تفكر تسمع منه وتقلده، لان دي نقطه مهمه جدا ممكن نتكلم فيها قدام في تطوير مهارات السماع مع النطق عن طريق الشادوينج او تكرار الكلام. لازم تتاكد ان هو نيتيف. مين هي الدول اللي بتحدث انجليزي كلغه اساسيه؟ سوري، مش كلغه اساسيه، في دول كتير في العالم بتحدث انجليزي كلغه اساسيه. مين هي الدول اللي ينفع يتقال عليها نيتيف انجلش سبيكينج كونتريز؟ 4 دول بس. امريكا، انجلترا او اليو كي بقى كلها على بعضها، انجلترا ايرلندا واسكتلندا والكلام ده كله، وفوق امريكا في ايه؟ كندا، وتحت خالص على اليمين في استراليا. هم دول بس ال4 دول بس اللي ينفع تسمع منه النطق بتاعه وتتعلم منه او تقلده. طبعا كل الناس بتتعلم امريكان او بريتش،
محدش بيدور ان هو يتعلم كنديان او استراليان، بس لو احنا بنقول كده عشان لو حصل ان انت اتعلمت منه محدش يقدر يقول لك غيره، محدش يقدر يقول لك غير الاستراليان غير الكنديان. لكن خلي بالك من اصحابنا وحبايبنا وزمايلنا اللي عايشين في الدول العربيه، لما يقابلك اي حد من بره الدول دي ما تتعلمش منه نطق، ممكن يساعدك بس في الطلاقه ولكن مش ما تتعلمش منه نطق اكيد. اتمنى اكون افدتكم. انا عارف ان الفيديو ده انا بتكلم بسرعه، انا عارف ده محتاج انك تعيد وتزيد فيه تاني. لو عندك اي سؤال اسالنا في الكومنتس، تواصل معايا، هتلاقي كل وسائل التواصل تحت الفيديو. ولو عجبك الفيديو ارجوك تعمل لايك لان ده فعلا بيساعد. لو حسيت انت استفدت وعايز تفيد غيرك اعمل شير. And the more like we give to others, the more like we get. Thank you so much and wish you all the best.